النهارده هتكلم عن مشكله شهيره بتسال عنها من الاباء والامهات لما احد ابنائهم يوصل سن 6 إلى 7 سنين ويظهر عنده الشكل ده ويقول لي يا دكتور رصه اسنان ابني بقت مش مظبوطه وظهر عنده صف تاني في اسنانه، يا ترى هي دي حاجه تقلق؟ خلينا اطمنك واقول لك ان ده شيء عادي وارد جدا يحصل، وده بيحصل بسبب ان الاسنان دايما بدات تطلع والاسنان اللبنيه جذورها بدات تتاكل، وقتها بيحصل عندنا حاجه من اتنين، الاسنان اللبنيه اما بتبدا تتلخلخ وده نقدر نقيمه عن طريق الاب او الام اللي بتبقى الاسنان اللي في الصف الخارجي، اما الاسنان الداخليه او الاسنان اللي ناحيه اللسان هي اللي بتبقى الاسنان دايما اللي احنا عايزين نحافظ عليها. لو الاسنان اللبنيه بدات تتلخلخ وقتها ممكن نصبر عليها من اسبوعين الى 3 اسابيع بحد اقصى عشان تقع بصوره طبيعيه من غير اي تدخل من طبيب الاسنان. اما لو طولت عن كده او الاسنان كانت ماسكه نفسها ومش بتتلخلخ وقتها مضطرين ان احنا نزور طبيب الاسنان عشان يخلعها بطريقه بسيطه من غير ما تعمل اي توتر او قلق للطفل. وبعد كده الاسنان الدايمه بتبدا تطلع مكانها الطبيعي وتترص في رصه الاسنان الطبيعيه من غير اي تشوه لاصطفاف الاسنان.